طيب هل عروض المطاعم السوري بتكون حقيقيه؟ يعني انا يا جدعان لقيت مطعم سوري اقسم بالله عامل 77 عرض، فيلا بينا بقى نختبر المطعم ده ونشتريه. ووصل الاوردر بالسلامه. ويا جدعان عايز اقول لكم ان كل الاكل اللي قدامي ده سعره 525 جنيه. يعني هو مثلا عامل سندوتشين شاورما فراخ مع واحده فتة شاورما فراخ، ولسه دي كلها سعرها 150 جنيه. عامل عرض عباره عن ربع فرخه مع قطعه ستريبس وقطعتين شاورما فراخ وبطاطس ورز، ولسه دي كلها سعرها 125 جنيه. بالنسبه لقطعه الستريبس في الحجم بتاعها حلو قوي. التتبيله بتاعتها بتبقى عراق كده ما فيهاش اي لعب. الوجبه دي برده فيها قطعتين شاورما فراخ. الله، بصوا المطعم ده انا بقالي ما اكلتش منه، بس بجد هو من احلى 3 اماكن تعمل شاورما فراخ في اسكندريه كلها. المطعم ده اسمه اصل الشام، موجود في كليوباترا في شارع نفق كليوباترا على طول. المره دي انا جاي له ربع الفرخه ورك، الحجم بتاعه كويس، نضيف من القلب. في طبقه جليز بره كده موجوده على الفراخ، طعمها حلو قوي. بسم الله. حلوه التتبيله بتاعت الرز. بس انا التعليق الوحيد على الوجبه دي ان هي المفروض كانت تتحط في طبق اكبر. هنخش بقى على التالت عرض معانا، وده سعره 250 جنيه بس. بص بقى بيتكون من ايه. اول حاجه معانا نص فرخه شوايه معاها الرز والحاجات بتاعتها. تاني حاجه معانا هي وجبه شاورما عربي. تالت حاجه معانا هي مكرونه. يعني كل ده ب 250 جنيه. ده كده الشكل بتاعها، في ريحه حلوه قوي جت في مناخيري. حلو قوي. الله، حجم نص فرخه كويس قوي. بحب ايه في الحاجات دي اعمل هبره الشربين. بص بيطلع في ايدي ازاي. اخر حاجه بقى معانا هو وجبه الشاورما العربي. بس لا يعني انا شايف 6 قطع شاورما فراخ. قط يا ابني.